هي دي بقى البهاريز اللي فيها الخلاصة والطعم كله، صينية السمك في الفرن مع شوية خضار، بجد الريحة تجوع واللون يفتح النفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما نضفنا السمك وخليناه زي الفل وقشطة، قررت اعمل منه وصفتين مختلفتين تماما. بجد النهاردة الفيديو جميل، واتمنى تكملوه للآخر وتصلوا على النبي اهم حاجة، ونشوف الطريقة والمقادير مع بعض. الطريقة الأولى، أول حاجة بنجهز الدقة، وهي دي بطلة الوصفة النهاردة. معانا فلفل حامي وفلفل بارد وتوم وليمون، وبنضرب الكلام ده كله في الخلاط لحد بس لما يتفرم مع بعض. بنجهز بقى البهارات، معانا كزبرة ناشفة وكمون وملح وبهارات سمك وشوية خل كمان. ونحشي السمك، كل بطن سمكية بنحط فيها يعني ايه حوالي نص معلقة أو معلقة كده، يعني بتبقى جميلة جدا. وبنركن السمك بالتتبيلة دي حوالي نص ساعة، يعني بيشرب منها وبيبقى جميل قوي 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 بجد. وبنسيب معلقة كمان من الدقة بتاعتنا دي في الخلاط علشان نحط عليها طماطم للتسبيكة. يعني ايه، بنضرب الطماطم كمان مع معلقة الفلفل، بتكون جميلة قوي قوي. بجد لازم تجربوا الطريقة دي يا جماعة. معانا السمك حطيناه في الدقيق بس كده، مجرد يعني ايه ان هو بقى عليه دقيق بسيط. بننزل في الزيت سخن جدا، بنحطه بس ياخد نص قلية، يعني مش بيتحمر قوي، لا ده هو بياخد نص قلية بس. كمان معانا الصينية التانية دي، معانا بصلة متوسطة. البصلة دي بقى ايه يعني جميلة جدا في التسبيكة. بنحمرها كده لحد ما تبدأ تاخد لون اصفر، بننزل عليها بعصير الطماطم، وكمان نص يعني قشرة ليمون، وبنحطها في الزيت بتاع السمك، بتشيل اي ريحة زيت في البيت، ويعني بيبقى ريحة البيت جميلة. دلوقتي بقى نعمل شوية رز حبة وحبة، انا بحبه جدا جنب اكلة السمك دي. بنحمر تلت الرز في شوية زيت، والتلتين بنسيبهم ايه من غير تحمير، ونحطهم على بعض، ونحط مقدار المية، بيكون جميل قوي جنب الاكلة دي بجد. ده اللي انا بفضله يعني. دلوقتي التسبيكة بتاعتنا جهزت وبقت جميلة، بننزل بقى بالسمك اللي هو قليناه نص قلية ده في التسبيكة بتاعتنا، ونغطي عليه. يعني بصوا بنقلبه كده في التسبيكة ونغطي عليه ونسيبه حوالي 5 دقايق بالظبط، بيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، جميل وروعة وريحته تجنن. معانا الطريقة التانية بقى، بنجيب السمك كده ونفتح ظهره عشان يشرب من التتبيلة والدقة بتاعتنا، لانه هنحطه في الفرن. هي نفس الدقة اللي عملناها برضو، الثوم والفلفل والخل وكل الكلام ده. بندهن برضو ظهر السمكة، ونحاول ان احنا نحط في الفتحات دي دقة، ونحط في بطن السمك برضو زي ما حضراتكم شايفين كده. ونسيب معلقة على جنب علشان نحطها على الخضار. معانا خضار، معانا بصل وبطاطس وفلفل اخضر وطماطم وجزر. نقطع كل الكلام ده مع بعض ونبشر الجزر، ونجيب صينية بقى، نجيب الصينية بتاعتنا ونحط كل الخضار ده مع بعض، عليهم معلقة الدقة، وندعك كل ده مع بعض مع شوية توابل. معانا ملح وكزبرة ناشفة وكمون وبابريكا وبهارات سمك. بجد الطعم تحفة تحفة تحفة. نعملها فرشة كده للسمك، وكمان ناخد منهم شوية صغيرة كده، يعني ندعم بطن السمكية كده، نحط في كل سمكية برضو حاجة بسيطة مع الدقة اللي احنا عاملينها، بيبقى طعمها جميل. نجيب بقى البطاطس ونعمل فرشة كده في الصينية، وندعكها كده بالخضار، ونحط ونسيب برضو من الخضار ده معلقة تانية علشان لسه هنحطها على وش السمك من فوق. نرص السمك بتاعنا كده، نحطه كده ونرصه كده في الصينية، والدقة الباقية نحطها، والخضار الباقي نحطه على الوش، ولو باقي معانا كمان دقة كمان نحطها على الوش. معانا كمان طماطميتين مبشورين، انا بشرت طماطميتين، بيكون جميلة ما تقلقوش مش هيحصل لها حاجة، هي يعني بتبقى طعمها جميل قوي. وكمان بهارات سمك، نرش بهارات سمك كده ورشة كمون على الوش، بتبقى جميلة قوي. وكمان في خطوة اختيارية لو مش عايزينها، بس هي بتودي الطعم في حتة تانية، شوية زيت زيتون، يعني حوالي معلقتين زيت زيتون كده، بتبقى جميلة قوي قوي، وبتخلي طعم السمك جميل وصحي اكتر. يعني يعتبر الوصفة صحية جدا جدا. ونحطها في الفرن السخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، لمدة 30 دقيقة او 25 دقيقة، بجد بتبقى دايبة دوب. بصوا جميلة ازاي، والرز مفلفل وجميل، والسمك دايب، والبطاطس استوت، وكل حاجة يعني جميلة جدا. والشوربة اللي بتنزل منها البهاريز دي يعني معدية شوربة الجمبري والله بجد. الخضار مع السمك جميل جدا. قولولي بقى في الكومنتات، بتحبوا السمك اكتر مسبك في الصلصة ولا مشوي في الفرن بالبهاريز دي؟ وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان نكبر بيكو. ومع السلامة.